موضوعنا النهارده مهم جدا وعمل مشاكل كتير جدا لناس كتير. هو ايه؟ هو نظام انبعاثات العادم او الشكمان وعلبة البيئة. هنعرف كل حاجة عن الشكمان وعلبة البيئة بالتفصيل، وازاي نتجنب ان علبة البيئة تبوظ او ان حد يكسرها. في البداية عشان تكون متابعنا على قناتنا على اليوتيوب، اولا اشترك في قناتنا بالضغط على الزر الاحمر، زر الاشتراك او سبسكرايب. بعد الضغط على الاشتراك هيظهر لك علامة الجرس، هتضغط عليها. ان كنت فاتح من على الكمبيوتر هيظهر لك رسالة فيما معناها ان كنت تريد ارسال اشعارات بشأن هذه القناة، هتعلم علامة صح وتدوس موافق عشان يوصلك اخر فيديوهاتنا واخر المواضيع والنصائح بخصوص السيارات. وطبعا ما تنساش تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ورشتي لمتابعة اخر اعمالنا واخر العروض. كمان انضم لجروب ورشتي اللي من خلاله تقدر تطرح اي مشكلة عندك في عربيتك ومناقشتها مع كبار المهندسين. لينك الصفحة والجروب موجود في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، تقدر تطلع عليه. كمان موجود اللينك بتاع صفحتي الشخصية، لو في اي مشكلة او في اي استفسار تقدر تتواصل معايا على اللينك ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله عمار من ورشتي. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الاكزوست سيستم، نظام اخراج انبعاثات العادم الناتجة عن الحريق او الاشتعال. الموضوع ده سبب مشاكل لناس كتير، بمعنى ان علبة البيئة بتتكتم. طب هي بتتكتم من ايه؟ مش عارفين. طب ازاي علبة البيئة بتتكسر لوحديها من غير ما حد يجي جنبيها؟ هنعرف الكلام ده كله بالتفصيل. اولا، الانبعاثات الاساسية اللي المفروض تخرج من العادم هم 3 انبعاثات: ثاني اكسيد الكربون وبخار المية والنيتروجين. والمعادلة ديت يعني ما بتتحققش، عشان كده الباشمهندسين فكروا في حل الموضوع ده. طيب ليه فكروا في حل؟ لان اصلا الانبعاثات اللي بتخرج هم 3 انبعاثات، وهي انبعاثات سامة. اول حاجة الهيدروكربون واكسيد النيتروجين واول اكسيد الكربون. ال3 غازات دول كفيلة ان هم يموتوا بني ادم، بمعنى ان انت لو وقفت حوالي 5 دقايق وحواليك الغازات ديت، هي سامة جدا، كفيلة ان هي تموتك. طيب عملوا ايه او فكروا في ايه؟ فكروا ان هم يعملوا علبة حافز او كاتاليتيك. وظيفتها ايه؟ ان هي تفلتر او تحول الغازات الضارة دي لغازات صديقة البيئة. فعملوا علبة البيئة، وهي مكونة من حامل صلب او خزاف على شكل خلية النحل، ماليين الفجوات بتاعته ببلاتينيوم وروديوم والكلام ده. طيب الكلام ده بيعمل ايه او ايه اللي بيحصل فيه؟ للأسف الكربون والكلام دوت اول ما بيحصل ان انت بتدور العربية وبتمشي في ظل الظروف بقى اللي احنا عايشين فيها من قطع غيار سيئة جدا ومضاعفات، والاشتعال ما بيكونش 100%، بيكون في كربون واكسدة عالية جدا. بتعمل ايه الاكسدة والكربون دوت؟ بيبتدي يعمل سدد جزئي في علبة البيئة، ثم سدد نصفي الى اخره بقى. المهم ان هو بيأثر على علبة البيئة وغرف الحريق والصبابات ونظام العادم بالكامل وحساسات الشكمان. طيب حل الموضوع ده ايه؟ ان انت بتروح لبتاع الشكمان وتقول له انا عندي العربية مخنوقة او العربية سحبها ضعيف، فبيراجع على علبة البيئة بيلاقيها مكتومة. هو بيعمل ايه؟ بيكسر علبة البيئة. طيب هل الكلام ده صح؟ لا، غلط طبعا. انت كده يعتبر مفيش فلترة او وظيفة علبة البيئة تكاد تنعدم. لو انت عندك في الحالة دي حساسين شكمان، لمبة اللي تشيك مش هتطفي، هتفضل منورة. ليه؟ لان هي كده مفيش فلتر في النص، وظيفة علبة البيئة ما بقتش موجودة. طيب حل الموضوع ده ايه؟ انك تنظف علبة البيئة بطريقة علمية، وده عشان اكتشفوا او ابتكروا علبة الكاتاليتيك. بمعنى ان في مادة لتنظيف علبة الشكمان. ايه هي حاجة اسمها كاتاليتيك سيستم كلينر. وظيفتها ان هي تذيب الكربون والاكسدة اللي على علبة البيئة وما تضيعش خواص.
ان في ناس بتغسل علبة البيئة بمية وتحط الخرطوم في الشكمان والكلام ده وتديها وتحلها بره وتديها ضغط. الكلام دوت ممكن يأثر تأثير سلبي على علبة البيئة. طب ايه الحاجة التانية اللي ممكن ان علبة البيئة تتكسر لوحديها في العربية؟ في حالة ان انت عملت جوان مش سلندر او عملت اي حاجة في العربية والتقسيمة مش مظبوطة، في الحالة دي بيحصل خلل في الاشتعال، بمعنى ان في كميات وقود ما بتتحرقش وبيحصل ضرب مدافع والعربية مرتلة. ده بيؤدي ان علبة البيئة تتكسر او تتكسر، الفحم اللي فيها يتفتفت جوه، وفي الحالة ديت العربية بتتكتم تماما لان المسامات بتاع علبة البيئة بتتسد. هونداي ار بي، تمام. العربية مش واقفة صلانسي وما بتزودش، تمام، ومخنوقة جدا، يعني اخرها 2 أو 3 RPM. انا دلوقتي حليت الكتاليتيك، تمام اهو، ده من تحت ماشي. طيب من قدام عمال بينزل، يعتبر الكتاليتيك اتكسر، شايفين؟ للأسف هو كده باظ. ادي العلبة. دلوقتي انا فرغت الكتاليتيك لان هو كان متكسر، صوت الموتور هدي، ما بقاش فيه احمال زي الاول. طيب وايه تاني؟ ان انت يكون عندك العربيه شغاله 2 سلندر او في مشكله في البوجيهات او في مشكله في الرشاشات، كل ده بيأثر على علبه البيئه. طيب نهايه الموضوع ده ايه؟ ان انت علبه البيئه موجود ليها صيانه، الحق واعمل لها الصيانه بتاعتها او نظفها عشان ما توصلش لاقصى درجه ان علبه البيئه تتكتم او ان علبه البيئه يحصل فيها مشكله. وللاسف علبه البيئه غاليه جدا، تكاد في عربيات بتوصل ل7 و8 آلاف جنيه. طب انت ليه توصل للمرحله دي اما انت بايدك دلوقتي ان انت تنظف علبه البيئه وتخليها 100 100 وما فيهاش اي مشكله؟ في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك اخر فيديوهاتنا، وما تنساش تشارك وتشير الفيديو عشان الناس اللي لسه بتعاني من مشكلة علبة البيئة ومشاكلها، وتعرفهم ان ما يتجهوش بتاع الشكمان او ما يخلوش يكسر علبة البيئة عشان ما يخسرش فلوس على الفاضي. واي سؤال او استفسار او اقتراح تقدر تسيبه لنا اسفل الفيديو في كومنت. متنساش تتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك الموجودة اسفل الفيديو في الديسكريبشن او في الوصف، وتنضم لجروبنا على الفيسبوك ورشتي لنقاش مشاكل السيارات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.